باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. أحبائي، وإحنا السنة دي في سلسلة تأملات في نبوات البسخة، وبناخد نبوة الساعة الأولى في ليلة اليوم ونبوة الساعة الأولى في اليوم نفسه. فهنتأمل مع بعض في نبوة الساعة الأولى من يوم الخميس، واللي هي بتبقى صلاة باكر يوم الخميس. انتوا عارفين يوم الخميس بنصلي سواعي البسخة، وبعد كده بنصلي طقس غسل الأرجل، وبعد كده بنبتدي القداس، وبعد كده الساعة الأخيرة من النهار. فأول ساعة في يوم الخميس العهد بنقولها إن هي باكر خميس العهد. فالنبوة في الساعة الأولى أو باكر يوم خميس العهد كانت من سفر الخروج الإصحاح 17 من آية 8 إلى آخر الإصحاح، وهي الآية 16. بيكلمنا الجزء دوت عن إن إزاي شعب الله حارب عماليق بقيادة يشوع، وموسى كان رافع ايديه الاثنين، وكان هارون وحور ساندين ايديه عشان تفضل ايديه ممدوده ومرفوعه كده طول الوقت. وفعلا الله اعطى الغلبه لشعبه، شعب اسرائيل، على عماليق بسبب ان موسى كان رافع ايديه، وانه كان على هيئه او شكل صليب يعني. وان ربنا قال لموسى اكتب دوت في كتاب تذكارا عشان الله هيبيد عماليق الى الابد. وعماليق بيمثل الشيطان وجيشه، وان ازاي الله بقوه عمله على الصليب لما الله رفع على الصليب وقدم نفسه ذبيحه كفاريه وذبيحه خطيه عن خطايانا كلنا عشان يعطينا الغفران والتبرير بدمه على الصليب. ازاي ان لينا الغلبة على الشيطان إلى الأبد، زي ما كان شعب الله لما كان موسى مادد إيديه ليهم الغلبة على عماليق، وإن الله يبيدهم إلى الأبد. طبعا الكنيسة بتصلي الجزء دوت في الساعة الأولى من خميس العهد، عشان إحنا في يوم خميس العهد هنتناول جسد ودم ربنا يسوع المسيح، الذبيحة اللي قدمت على الصليب عشان تفدينا كلنا من خطايانا وتدينا الغفران والتبرير. فعشان كده اختارت تكون النبوة ديت في الساعة الأولى. يقول الكتاب في الآية 15 بعد ما الله أعطى الغلبة لشعب إسرائيل، يقول الكتاب: فبنى موسى مذبحا للرب ودعا اسمه يهوه نسي. يهوه نسي. نسي هنا مش معنى ان نسي يهوه اللي هو الله يعني، فمش معناها الله نسي، لا، نسي دي كلمة عبري مش كلمة عربية. ترجمة الكلمة ديت ان معناها راية او علم، او زي ما اتقالت كده ترجمة يهوه نسي اتقالت في الانجليش: My Lord is my banner. عارفين البانر الكبيرة العالية اللي بتتحط في مداخل مثلا الشركات أو أي إيفنت معمولة، بيحطوا لها بانرز كبيرة كده ويعلقوها. فموسى أكتر واحد اللي هو كان رافع إيديه وفضل رافعهم كده لغاية ما الشعب غلب، ده ساعات طويلة يعني هو بهذا الشكل. أكتر واحد اختبر عمل ربنا وقوة الله وغلبة الله لشعبه على عماليق. عشان كده موسى بكل فخر وبكل فرح بيقول: الله رايتي، الله علمي، الله هو اللي أنا أرفع اسمه وأفتخر بيه في كل الدنيا. وخلوا بالكم هنا الكتاب بيتكلم عن إن الله علم، مش الأعلام الصغيرة اللي بيمسكوها مثلا مشجعي الكورة في ماتش دولي مع فريق من دولة تانية فيرفعوا علم مصر صغير كده، لا، ده بانر علم كبير جدا. عارفين لما رئيس أي بلد يقف يدي كلمة بيبقى وراه علم البلد، ويبقى علم البلد مرفوع على راية عالية، وهو العلم نفسه كبير لأن هو يفتخر بأن ده علم بلده. فموسى كان أكتر واحد فخور بأن الله هو رايته، والله هو علمه، والله هو علامة للقوة والمجد والنصرة. موسى أكتر واحد اختبر ده. عشان كده موسى لما بنى المذبح قال: الله رايتي. أنا وإنت وإنتي اللي مختبرين الله في حياتنا ومختبرين خلاص الله المجاني اللي أعطاه لينا، وإحنا ما عملناش أي حاجة، لكن في محبة ما تتوصفش منه
قدم نفسه ذبيحة عشان يقول لي أنا فديتك وأنت دلوقتي مبرر من كل خطية. فأنا بكل فخر أرفع اسم الله عالي وأقول زي ما موسى قال الله رايتي أو الله علمي. يكون لينا هذا المسبح، مسبح الصلاة، ونفتخر باسم الله دايما. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته الآن وإلى الأبد، آمين.